السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء طلبة الصف الأول الإعدادي، النهاردة معادنا مع شغل جديد ودرس جديد اسمه الحدود الجبرية، وكمان إن شاء الله ندخل على حاجة اسمها المقادير الجبرية. إيه الحدود الجبرية؟ في حاجة اسمها الحد الجبري. إيه الحد الجبري ده؟ الحد الجبري ده بيتكون من عدد ورمز جنب بعض، زي كده مثلا 4 س، ده اسمه حد جبري. طب حاجة تاني مثلا 5 صاد، برضو اسمه حد جبري. طيب 9 عين، حد جبري. مش لازم يكون موجب، ممكن يكون سالب، يعني مثلا اقول لك -3 مثلا س صاد. الله، ده رمزين يا استاذ، عادي لو رمزين مفيش اي مشكله. يبقى الحد الجبري بيتكون من عدد ورمز او عدد وكذا رمز جنب بعض. يعني مثلا ممكن اقول لك كده مثلا 6 س صاد عين، ده برضو اسمه حد جبري. حاجه تاني مثلا 7 س أس 2، ده برضو حد جبري. طيب جميل قوي. تعالى كده نبدا بحاجه تانيه. لو انا قلت كده دلوقتي في حاجة اسمها معامل الحد الجبري اهو، معامل الحد الجبري. معامل الحد الجبري ده هو العدد اللي بيبقى قدام الرمز. يعني انا مثلا لو اديتك كذا حد جبري، واحد مثلا 7 س، 2 5 صاد، 3 -6 س صاد، 4 9 س أس 2، 5 س بس. وكل مرة بقول لك أنا عايز المعامل، عايز معامل الحد الجبري. بصوا يا شباب، المعامل هو العدد اللي قدام السين، يعني ده 7 س ده اسمه حد جبري. المعامل بتاعه نغير اللون، لو قال لي المعامل بتاعه قول له المعامل بتاعه 7. طب 5 صاد المعامل بتاعه كام؟ المعامل بتاعه 5. طب ديت -6 س صاد، ها يا ترى المعامل ايه؟ فعلا -6. طب المعامل بتاع الحد الجبري ده ايه؟ 9 س أس 2، المعامل يا استاذ 9. طب س يا استاذ المعامل بتاعه ايه؟ واحد بيقول لي هنا في واحد يا استاذ بس ما بيتكتبش، يبقى المعامل بتاعه كام؟ 1. يبقى دلوقتي عرفنا حاجه اسمها الحد الجبري، بيتكون من عدد ورمز او عده رموز زي س صاد مثلا او س صاد عين. المعامل هو العدد اللي قدام الرمز. طب وبعدين يا استاذ في حاجه اسمها درجه الحد الجبري. ايه درجة الحد الجبري؟ درجة الحد الجبري. يعني مثلا لو انا عندي حد جبري اسمه 5 س أس 2، السين دي أس كام؟ واحد بيقول لي أس 2 يا أستاذ، أقول له يبقى دي من الدرجة الثانية، اللي هو الأس اللي فوق الرمز ده. طب لو قال لي مثلا 7 ص أس 3، ها الدرجة كام؟ الدرجة الثالثة، عشان دي ص أس 3. طب لو قال لي كده يا أستاذ 9 س أس 2 ص أس 3، يا ترى دي من الدرجة كام؟ عايز واحد يفكر الأول كده. 9 س أس 2 ص أس 3، أقول له استنى أجمع الأسس 2 و3 كام؟ 5، يبقى ده من الدرجة الخامسة. يبقى الحد الجبري الأولاني ده من الدرجة الثانية عشان س أس 2، الحد ده من الدرجة الثالثة، الحد ده أجمع 2 و3 يبقى كام؟ 5. طب لو قال لي كده 4 س صاد عين، ده من الدرجة كام يا أستاذ؟ أقول له استنى، السين دي أس 1 والصاد دي أس 1 والعين دي أس 1، بس الواحد ما بيكتبش في الأسس، اجمعهم 1 1 1 يبقى الدرجة إيه؟ الثالثة. طب واحدة تاني، لو قال لي 5 س، درجة كام يا ترى؟ السين دي أس 1 يا أستاذ، يبقى الدرجة الأولى. طب لو قال لي 7، إيه ده مفيش رمز صح؟ أقول له يبقى درجة صفرية. طب اديني بقى السؤال يا أستاذ كده يلم لي المعامل مع الإيه؟ الدرجة. تعال نشوف. يجي يقول لي كده مثلا في الجدول ده، هيديني جدول كده، هنا الحد الجبري، هنا المعامل، هنا الدرجة. مديني هنا 5 س أس 3،
6 س أس 2 ص. 7 س ص عين سالب 3 س. 9 بس. 2 أس 3 س أس 5. بيقول لي عايز كل مرة المعامل والحد الجبري. تعال نغير اللون. بيقول لي هنا عايز المعامل. المعامل هنا يا أستاذ 5. طب المعامل هنا 6. المعامل 7 س ص يبقى س ص عين يبقى 7. طب المعامل هنا يا أستاذ أقول له سالب 3. طب المعامل هنا 9. طب المعامل هنا كام؟ افك دي الاول. اجي على جنب اقول له 2 اس 3 دي بالاله الحاسبه تطلع 8 او اضرب 2 في 2 في 2 يبقى 2 اس 3 دي بكام؟ 8. يبقى المعامل هنا 8. ندخل على الدرجه. اول واحده دي س اس 3 يبقى الدرجه الثالثه. طب هنا س اس 2 ص اقول له استنى الصاد دي اس 1 يبقى اجمع 2 1 3 يبقى الدرجه الثالثه برضه. طب 7 س ص عين اقول له استنى السين دي 1 الصاد دي 1 العين دي 1 يبقى برضه الدرجه الثالثه. طب هنا يا استاذ اقول له السين دي عليها 1 يبقى الدرجه الاولى. طب نيجي للتسعه ده مفيش رمز جنبها يبقى درجه صفريه. طب هنا اوعى تجمع دي مع دي. الاتنين اس 3 دي لوحدها قلنا خلاص ب 8 المعامل، لكن دي الدرجه ايه؟ الخامسه. يبقى بص تاني معايا كده الدرجه الاولى ثالثه. هنا س اس 2 ص درجه ثالثه. س ص عين برضه درجه ثالثه. هنا س بس درجه اولى. هنا مفيش رموز يبقى درجه صفريه. طب هنا س اس 5 يبقى درجه 5. ندخل على حكايه تانيه او موضوع تاني. ساعات يجي يقول لي كده اذا كان الحد الجبري 5 س أس 2 ص أس ن من الدرجة السادسة، يبقى ن دي بتساوي نقط. ده السؤال الأول. السؤال الثاني لو قال لي الحد الجبري 5 س أس ن ص أس م زائد 1 هو نفس أو درجة ده يعني نفس درجة الحد الجبري س أس 5 ص أس م زائد 1 برضه. أقول له استنى دي م زائد 1 ودي م زائد 1 خلاص يبقى الصاد مع الصاد. هنا النون بكام؟ النون ب1 وهنا النون بكام؟ النون ب5 يبقى أقول له نون بتساوي كام؟ 5. يبقى تاني ص أس م زائد 1 وصاد ص أس م زائد 1. هنا س أس ن هنا س أس 5 يبقى النون عندي بكام؟ ب5. تعال نشوف سؤال كمان بس موضوع جديد. في حاجة اسمها الحدود الجبرية المتشابهة. ايه الحدود المتشابهة دي؟ هي اللي ليها نفس الرمز. الحدود المتشابهة هي اللي ليها نفس الرمز. زي كده مثلا لو قلت لك 5 س، لو قلت لك 7 س، لو قلت لك سالب 2 س، لو قلت لك س، دي كلها اسمها حدود متشابهة لأن ليها نفس الرمز. طب لو قلت لك كده 6 ص 8 ص 9 ص كل دي برضه اسمها حدود متشابهة. طب يا أستاذ أنت بتديني الحدود المتشابهة ليه؟ عشان هنجمع ونطرح دلوقتي الحدود المتشابهة. بس قبل كل شيء هسألك سؤال، هل الحد الجبري س أو 3 س أس 2 ص يشابه أو شبه يعني 4 س ص أس 2؟ هل دول متشابهان؟ فكر كده تاني. 3 س أس 2 ص 4 س ص أس 2. خلي بالك المعاملات ماليش دعوة بيها، أنا ليه دعوة بالأسس. دي س أس 2 لكن دي س أس كام؟ 1 اللي هو ما بيتكتبش. يبقى دول غير متشابهان. يبقى الحد الجبري ده والحد الجبري ده مش متشابهين لأن مش ليهم نفس الأسس. طيب تعالى بقى ندخل على قصة جديدة في حاجة اسمها جمع وطرح الحدود المتشابهة. جمع
وطرح الحدود الجبرية المتشابهة. لو أنا قلت لك كده أوجد 2 س زائد 5 س بتساوي إيه؟ نمرة 2 7 ص ناقص 3 ص بتساوي إيه؟ 3 9 عين زائد 2 عين ناقص 5 عين. 4 6 ص أس 2 ناقص 7 ص أس 2. 5 لو قلت لك كده 6 س ناقص 5 س. تعالى مهلي كده سنة سنة نغير اللون. أول حاجة 2 س زائد 5 س، بجمع الأعداد ماليش دعوة بالرموز. 2 زائد 5 يبقى 7 س. طب لو قلت لك 7 ص ناقص 3 ص ماليش دعوة بالرموز. 7 ناقص 3 الإجابة 4 ص. طب 9 عين زائد 2 عين ناقص 5 عين ماليش دعوة بالرموز، ليه دعوة بالأعداد. 9 زائد 2 11، 11 ناقص 5 يبقى 6 عين. طب اللي بعدها دي 6 ص أس 2 ناقص 7 ص أس 2 مالكش دعوة بالأسس، الأسس ما باجيش جنبها. 6 ناقص 7 سالب 1 ص أس 2، ما بكتبش الواحد طبعا. 6 ناقص 7 6 ص أس 2 ناقص 7 ص أس 2 سالب ص أس 2. طب نيجي لدي 6 س ناقص 5 س. ها؟ أنا سامع واحد بيقول لي 1 س، لا الواحد ما بيتكتبش س. زي ما بقول لك 6 جنيه خدت منهم 5 جنيه بتقول لي اتبقى 1 جنيه ولا جنيه؟ 6 جنيه ناقص 5 جنيه جنيه. يبقى لما اقول لك 6 س ناقص 5 س تقول لي ايه؟ س. يبقى دلوقتي شفنا حاجة فيها جمع وطرح الحدود الجبرية المتشابهة. طب تعال نشوف فكرة تانية. يجي مثلا يقول لي كده اطرح 5 س من 9 س، وساعات يقول لي كده ما زيادة 6 س عن 4 س. ركز بقى معايا، لما يجي يقول لي اطرح من اللي بعد كلمة من تيجي الأول ووراها تيجي ال5 س دي. يعني لما يقول لي اطرح 5 س من 9 س أقول له يبقى الإجابة 9 س ناقص 5 س. تعال نطرح 9 ناقص 5 يديني كام؟ 4 س. يبقى تاني لما يجي يقول لك اطرح من اجيب اللي بعد كلمة من الأول وبعدين وراها ال5. يبقى 9 س ناقص 5 س الإجابة كام؟ 4 س. طب هنا بيقول لي ما زيادة 6 س عن 4 س، أقول له استنى. في ما زيادة بنزلهم زي ما هم كده أهم زي ما هم. يبقى 6 س ناقص 4 س، و6 ناقص 4 الإجابة كام؟ 2 س. يبقى تاني لما يقول لي اطرح من بجيب اللي بعد كلمة من الأول وراها ال5 س. 9 س ناقص 5 س 4 س. لكن ما زيادة أنزلهم زي ما هم أهو. 6 س ناقص 4 س يديني كام؟ 2 س. تعال نشوف مثال تاني. يجي يقول لي كده أكمل 1 4 س زائد نقط بيساوي 7 س. السؤال التاني 6 س ناقص نقط بيساوي سالب 5 س. يقول لي كده 4 س أو نمرة 3 الأول. 3 6 س برضو ناقص نقط بيديني 2 س. سؤال كمان 4 نقط زائد 5 س بيساوي سالب 2 س. على مهلي بقى. نيجي لأول واحدة نغير اللون. أول حاجة بيقول لي 4 س زائد كام ب7 س. عشان أجيب اللي جوه دي اطرح اللي بره ناقص اللي جوه. يعني أقول لك 7 س ناقص 4 س تقول لي الإجابة 3 س. وممكن تجيبها بالنظر 4 زائد كام ب7 زائد 3. السؤال اللي بعده 6 س ناقص كام يديني سالب 5 س. أقول له استنى بقى اطرح ده ناقص اللي جوه. أو ممكن تجيبها بالنظر لو عايز 6 س ناقص كام يدي لك سالب 5 س. أقول له 11 س. 6 ناقص 11 يديك سالب 5. ولو مش عاجبك اعمل كده تقول له سالب 5
س ناقص 6 س هيديني سالب 11 س اللي هي ديت. يبقى تاني عايز تجيبها بالنظر هاتها 6 ناقص 11 سالب 5. عايز تطرح ده ناقص اللي جوه سالب 5 ناقص 6 يديني سالب 11. أو لو عايز تجمع سالب 5 زائد سالب 6. طب نرجع تاني. 6 س ناقص نقط بيساوي 2. أقول له ماشي 4 س. ممكن أطرح اللي جوه ناقص اللي بره. أقول له 6 س ناقص 2 س ب 4 س. طب اللي بعدها نقط زائد 5 س بيساوي سالب 2 س. أقول له استنى أهو سالب 7 س. طب أنا مش فاهمها يا أستاذ فاهمها لي. ممكن تطرح اللي بره ناقص اللي جوه، يعني تقول له سالب 2 س ناقص 5 س. الإجابة سالب 7 س. يبقى تاني 4 س زائد كام بيديني 7 س؟ الإجابة 3 س. 6 س ناقص كام يديني سالب 5 س؟ أقول له سالب 11. سالب 11 هي ناقص 11 خلي بالك. 6 ناقص 11 سالب 5. طب هنا 6 س ناقص كام يديني 2 س؟ 4 س لأن 6 ناقص 2 4. هنا كام زائد 5 س يديني سالب 2؟ الإجابة سالب 7 أهو، لأن سالب 7 زائد 5 بسالب 2. مش عاجبك تعمل إيه؟ اطرح ده ناقص ده. سالب 2 ناقص سالب 5 أو ناقص 5 يديني كام؟ سالب 7. تعال نشوف الفكرة اللي بعدها. بعد ما خدنا جمع وطرح الحدود المتشابهة وخدنا الأكمل وخدنا إيه هي درجة الحد الجبري وخدنا كمان حاجة اسمها الحدود الجبرية المتشابهة ومعامل الحد الجبري، بندخل على حاجة اسمها المقدار الجبري. ايه المقدار الجبري ده؟ بيقول لي هو بيتكون من حدين او اكتر، مجموع حدين او اكتر، او فرق بين حدين. يعني كده مثلا لو قلت لك 2 س زائد 5 ص، دول حدين، خلي بالك دول ما يتجمعوش لان ده نوع وده نوع، ده س وده ص، ده اسمه مقدار جبري مكون من حدين. طب لو قلت لك 3 س أس 2، 3 س أس 2 7 س ناقص 4، اقول لك ده مقدار جبري بس مكون من كام حد؟ عد معايا 1 2 3. يبقى اللي فوق ده مقدار جبري مكون من حدين. طب ده مكون من كام حد؟ 3 حدود. طب لو كده 6 س أس 3 ناقص 5 س أس 2 زائد 7 س زائد 1، ده اقول له مقدار جبري مكون من 4 حدود. عد معايا 1 2 3 4. طيب بعد ما عرفنا دي في حاجة اسمها درجة المقدار الجبري. ايه درجة المقدار الجبري؟ تعال نشوف. درجة المقدار الجبري، لو انا عندي مقدار زي ده 6 س أس 2 زائد 5 س زائد 7، ده مقدار جبري مكون من 3 حدود. طيب انا عايز درجته، اجيب درجة كل حد لوحدها، يعني ده من الدرجة الثانية، ودي س أس 1 يبقى درجة أولى، وهنا مفيش س يبقى درجة صفرية، مفيش رمز يعني. أعلى درجة فيهم اللي هي الدرجة الثانية، يبقى المقدار كله من الدرجة الثانية. طب لو قلت لك كده 4 س أس 2 ص زائد 6 ص أس 5 زائد 4 س أس 3، أنا عايز أعرف ده من الدرجة الكام. هجيب درجة كل حد. الحد الأولاني خلي بالك الصاد دي أس 1، أجمع 2 و1 يديني 3، يبقى ده من الدرجة الثالثة. طب هنا ص أس 5 يبقى ده من الدرجة الخامسة. هنا س أس 3 يبقى درجة ثالثة. فين أعلى واحد فيهم؟ 5، يبقى ده من الدرجة الخامسة. كمان سؤال يا أستاذ، لو قلت لك كده 6 س أس 2 ص أس 3 زائد 4 س أس 2 ص أس 4 ناقص 6 س ص ع. ركز لو انت لسه ما فهمتش الاولانيين. هجيب درجة كل حد. الحد الاولاني ده الأس ده 2 وده 3، اجمعهم يبقى درجة كام؟ 5. طب الأس ده 2 وده 4، اجمعهم يبقى درجة كام؟ 6. هنا 1 1 1 يبقى درجة كام؟ 3. خلي بالك بقى معايا، الحد الاولاني درجة 5، الثاني 6، الثالث 3. طيب فين اعلى واحد فيهم؟ 6، يبقى ده من الدرجة السادسة.
يبقى ايه هي درجة المقدار الجبري؟ بجيب درجة كل حد واختار اعلى واحدة فيهم. طيب تعال نشوف مثال كمان. ندخل كده سؤالين كده مع بعض. يقول لي كده: إذا كان الحدان الجبريان 4 س أس ن ص أس م زائد 1 و5 س أس 3 ص أس 7 متشابهان. الحدين دول الجبرين متشابهين. اقول له متشابهين ليهم نفس الرموز ونفس الاسس، انا ماليش دعوه بالمعامل ده والمعامل ده، ماليش دعوه بيهم. السين دي اس ن، لكن الناحيه الثانيه اس كام؟ 3. اقول له يبقى النون هيساوي 3. طب الصاد يا استاذ اس م زائد 1، الصاد الناحيه الثانيه ب7، اقول له يبقى م زائد 1 هيساوي 7. بس انا عاوز الميم، هو كام زائد 1 ب7؟ الميم تطلع ب6. ولو مش عاجبك الكلام ده ودي الواحد بعكس الإشارة وتقول لي م بيساوي 7 ناقص 1، يبقى الإجابة كام؟ 6. تعال نشوف فكرة تاني. نيجي مثلا يقول لي كده: اجمع 5 س زائد 4 ص ناقص 2 س زائد 3 ص. عايز يجمع الكلام ده. اقول له لا استنى، انا اجمع المتشابه مع بعض بس. الحدود المتشابهه ده س وده س، ده ص وده ص، يبقى اجمع السين مع السين والصاد مع الصاد، يعني بالشكل ده. الافضل اعمل قوسين كده، اجيب السين مع بعض 5 س ناقص 2 س، واجيب الصاد مع بعض 4 ص زائد 3 ص، واجمع بقى او اطرح حسب الاشاره اللي عندي. 5 ناقص 2 يديني 3 س، طب هنا 4 و3 يديني 7 ص. خلصت المساله على كده. ما بجمعش س وصاد، ده نوع وده نوع، يبقى ده س وده صاد، يبقى ما اقدرش اجمعهم، وخلصت المساله على كده. أبنائي الأعزاء طلبة الصف الأول الإعدادي، بنكتفي النهارده في حلقة النهارده مع الحدود والمقادير الجبرية، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر اللي هو تطابق المثلثات إن شاء الله. السلام عليكم.